بتبدأ الحكاية بكلب دلمشن قاعد عمال يتفرج على الناس في الشارع، وبنعرف إن الكلب ده اسمه بونغو. وبونغو كان عايش مع مهندس تصميم ألعاب اسمه روجر. وبونغو كان هو اللي مسؤول عن كل حاجة في البيت، زي إن الصبح مثلا بيطلع يجيب اللبن من قدام الباب، وكمان بعدها بيجهز الحمام لروجر وبيعمله الفطار. ولما بيخلص كل ده بيروح يفتح الكمبيوتر عشان روجر يشتغل عليه. وطبعا بما ان روجر اعزب فشقته كانت دايما متبهدله، بس بونغو كان هو اللي بينقذه دايما وبينضف له الشقه وبيساعده في كل حاجه. وعلى الجانب الاخر بنشوف بنت جميله اسمها انيتا، وكان عندها كلبه اسمها بيردي. وبالنسبه لانيتا كانت مصممه ازياء وشغاله في اكبر شركه تصميم ازياء في المدينه كلها. وبالنسبة لبيردي كانت كلبة كسولة جدا وما بتحبش تعمل أي حاجة غير إنها تقعد تتفرج على التلفزيون. بس في الوقت ده كان في خبر في التلفزيون عن اختطاف معظم حيوانات المدينة من غير سبب، وكمان الشرطة لحد دلوقتي ما عرفوش مين اللي بيعمل كده ومين اللي ليه مصلحة أصلا إنه يخطف الحيوانات. وفي يوم من الأيام روجر كان واخد كلبه بونغو وبيفسحه في الجنينة، وبنشوف ساعتها بقى إن الكلب بونغو ليه شخصية قوية، وكل كلاب المدينة كانوا صحابه، وأي كلب كان بيعدي كان بيسلم عليه. وروجر في الوقت ده كان بيقرأ الجورنان، وشاف في صفحة الحوادث إن في حد سرق النمر الأبيض من السيرك. وكمان لما قرأ أكتر عرف إن اللي سرق النمر الأبيض ده كان هدفه إنه ياخد الجلد بتاعه. وطبعا الشرطة كانت لسه بتدور لحد دلوقتي، وكمان لسه معرفوش مين اللي بيعمل كده. ولما روجر خلص قراية الجورنال راح لشركة تصميم ألعاب عشان يعرض عليهم اللعبة اللي هو صنعها. بس للأسف اللعبة وقتها ما كانتش عاجبة صاحب الشركة، وقال لروجر إن دي لعبة فاشلة لأن المفروض الشرير اللي في اللعبة يخوف أكتر من كده. فروجر اعتذر له وقال له إنه هيحاول يطور من لعبته ويبقى يرجع له تاني. وعلى الجانب الآخر بنشوف شركة تصميم الأزياء اللي شغالة فيها أنيتا، وبنعرف إن الشركة دي صاحبتها ست شريرة اسمها كرويلا، وكان باين عليها إنها متكبرة، وحتى الموظفين بتوعها كانت بتقرف تسلم عليهم. والغريب بقى إن كل تصميمات شركتها كانت متاخدة من ألوان الحيوانات وأشكالهم، ومعظم الفساتين كان شكلها معمول من فرو الحيوانات بالظبط. وكرويلا وهي ماشية في الشركة شافت أنيتا وهي بتصمم فستان، فالفستان ده لفت نظر كرويلا، وراحت وقفت جنب أنيتا وعرفتها إن التصميم ده عجبها جدا. والتصميم ده بقى كان عبارة عن فستان أبيض منقط بأسود. فكرويلا سألت أنيتا عن التصميم ده، فأنيتا عرفتها إنها خدت فكرة الفستان من شكل الكلبة بتاعتها. وطبعا لأن التصميم كان عاجب كرويلا جدا بدأت تسأل أنيتا أكتر عليه. فأنيتا قالت لها إن الخطوط دلوقتي بقت عبارة عن تصميم تقليدي وقديم جدا، وبالنسبة للنقط الأبيض في أسود عاملين تصميم هادي وشكله شيك وحديث. فكرويلا ساعتها اقتنعت بكلام أنيتا وكمان عدلت على التصميم وعملت له وشاح من ورا. وبعدها كرويلا أخدت أنيتا للمكتب بتاعها وفضلت تشكر فيها، وكمان قالت لها إنها من أحسن المصممين في الشركة، وعرفتها إنها بتحب تصميماتها جدا. وبعدها كرويلا سألت أنيتا هل ممكن في يوم من الأيام تسيب الشغل؟ فأنيتا ردت عليها بسرعة وقالت لها إنها عمرها ما هتسيب الشغل إلا لما تكون هتتجوز. فكرويلا استغربت وسألت أنيتا أنت هتتجوزي قريب؟ فأنيتا قالت لها لأ، بس بتعرفها السبب الوحيد اللي ممكن تسيب عشانه الشغل. فكرويلا بعدها سألت أنيتا عن فرو الكلبة بتاعتها وقالت لها هو ناعم ولا خشن؟ فأنيتا ردت وقالت لها فرو كلبتها خشن جدا. فكرويلا زعلت وقالت لها أمال إمتى فرو الكلاب بيكون ناعم؟ فأنيتا عرفتها إن فرو الكلاب الدلمشن بيكون ناعم جدا وهم صغيرين، بس لما الكلاب بتكبر شعرهم بيتغير وبيبقى خشن. فساعتها كرويلا فرحت وجات لها فكرة، بس طبعا خبت الفكرة دي وما قالتش أي حاجة لأنيتا. وفي اليوم اللي بعده روجر كالعادة بيروح يعرض اللعبة بتاعته على شركة صناعة ألعاب تانية، بس للأسف برضه اللعبة بتاعته بتترفض ومفيش حد كان عايز يشتريها منه. وبعد لما روجر خلص وكان مروح هو وبونغو بالصدفة وهما في الطريق بونغو شاف الكلبة بيردي، وطبعا ساعتها بونغو بقى زي المجنون وفضل يشد في روجر عشان يحاول يلحق بيردي. وللأسف وقتها روجر ما كانش عارف يتحكم في العجلة بتاعته، ولأن بونغو كان بيشده بسرعة جدا روجر فقد السيطرة على العجلة وبقى بونغو هو اللي بيحركها.
وبعد شوية مطاردات بونغو غير اتجاهه فجأة، وطبعا ساعتها روجر ما كانش عارف يعدل العجلة بتاعته، وحتى لما حاول يوقفها معرفش ووقع بالعجلة بتاعته في النهر. ولما روجر بيطلع من المية بيروح عشان يجيب بونغو اللي كان وصل خلاص لأنيتا وكلبتها بيردي، بس بالغلط وقتها روجر مسك الكلبة بيردي وكان ماشي بيها ومفكرها الكلب بتاعه بونغو. فأنيتا لما شافت روجر بيعمل كده راحت له بسرعة وضربته لأنها كانت مفكراه حرامي وعايز يسرق كلبتها. بس روجر بعدها فاهم أنيتا إن بونغو الكلب بتاعه، وهو اتلخبط بينه وبين الكلبة بتاعتها مش أكتر. فأنيتا كانت مكسوفة واعتذرت لروجر على اللي هي عملته وقالت له إنها كانت مفكراه حرامي. فروجر تفهم الموقف والموضوع خلص. وبعد لما أنيتا وروجر خلصوا كلام كل واحد فيهم ركب العجلة بتاعته وأخد الكلب بتاعه ومشي. بس بيردي وقتها بقى عملت زي ما بونغو عمل بالظبط وطلعت تجري وراه بأقصى سرعة وكان شكلها اتعلق بيه. بس المصيبة ساعتها أنيتا هي كمان ما كانتش عارفة تتحكم في العجلة بتاعتها وعملت زي روجر بالظبط ووقعت هي كمان في النهر. فروجر وقتها راح لأنيتا وساعدها إنها تخرج من المية. وبعدها روجر أخد أنيتا للبيت بتاعه عشان ينشفوا نفسهم من المية اللي وقعوا فيها. بس ساعتها بقى روجر لاحظ إن بونغو وبيردي اتعلقوا ببعض جدا، والأغرب من كده إن أنيتا هي كمان بدأت تتعلق بروجر بعد ما اتعرفت عليه أكتر. ومن بعدها بقى علاقة روجر وأنيتا اتطورت، وبعد مدة قصيرة جدا أخيرا أخدوا القرار إنهم يتجوزوا. ويوم فرحهم بقى كان عبارة عن فرحين، فرح روجر على أنيتا وفرح بونغو على بيردي. وكده أخيرا كل واحد فيهم لقى شريكة حياته. وعلى الجانب الآخر بنشوف اتنين شكلهم غريب، واحد اسمه جاسبر والتاني اسمه هورس. والاتنين دول كانوا رايحين عند واحد اسمه سكينر، وسكينر ده كان دكتور بيطري وبيعمل عمليات مشبوهة للست اللي اسمها كورويلا. وساعتها بقى جاسبر وهورس أخدوا شنطة من عند سكينر وراحوا بالشنطة دي عشان يسلموها لكورويلا. والمفاجأة بقى كورويلا لما فتحت الشنطة بنشوف جلد النمر الأبيض. وبكده أخيرا عرفنا إن كورويلا وعصابتها هما اللي ورا عملية خطف النمر، وكده برضو هما اللي بيخطفوا كل الحيوانات من المدينة. وعلى الجانب الآخر بنروح لبيت روجر، وبيكون ساعتها في واحدة جاية تزورهم اسمها ناني، وبنعرف إن الست دي هي اللي مربية أنيتا من صغرها وكانت رايحة لها عشان تبارك لها على الجواز وتطمن عليها. بس وقت لما كانوا قاعدين مع بعض ناني لاحظت إن بيردي مسالمة وهادية جدا وكمان ما بتلعبش ولا بتتفرج على التلفزيون كالعادة. فوقتها ناني عرفت إن أكيد بكده بيردي حامل وقالت لأنيتا الكلام ده. فطبعا أنيتا فرحت جدا بالخبر وكانت مبسوطة إن بيردي هيبقى عندها أولاد. بس المفاجأة وقتها ناني صدمتها وقالت لأنيتا إن باين عليها إنها حامل هي كمان. فأنيتا ما كانتش مصدقة ومن كتر الصدمة أغمى عليها. ولما أنيتا بتفوق روجر بياخدها وبياخد بيردي وبيروح يكشف عليهم هما الاتنين. والمفاجأة ساعتها بقى بيكتشف إن فعلا هما الاتنين حامل وبيكون فرحان جدا. بس للأسف الحلو ما بيكملش، وده لأن روجر وأنيتا لما وصلوا للبيت لقوا كورويلا مستنياهم. فروجر في الأول رحب بكورويلا وكمان كان بيحاول يسلم عليها، بس طبعا لأن كورويلا كانت متكبرة مرضيتش تسلم على روجر وكمان كانت قرفانة منه. ولما كورويلا سألت روجر هو شغال إيه عرفها إنه مصمم ألعاب. فكورويلا بدأت تتريق عليه أكتر وقالت له يعني ما بتشتغلش. فأنيتا في الوقت ده اتدخلت على طول وهدت الدنيا بينهم. ولما كورويلا سألت أنيتا عن الشغل أنيتا عرفتها إنها واخدة أجازة قصيرة وهترجع الشغل تاني في أسرع وقت. فكورويلا ما كانش فارق معاها وسألت أنيتا هم كانوا فين. فأنيتا قالت لها إنهم كانوا عند الدكتور، وكمان عرفتها إن هي والكلبة بيردي طلعوا حامل. فساعتها كورويلا فرحت جدا وسألت أنيتا عن ميعاد الولادة. فأنيتا قالت لها أكيد بعد 9 شهور. بس كورويلا صدمتها وقالت لها أنا ما بسألش عليكي أنتي، أنا بسأل عن الكلبة بيردي. وطبعا كلامها ده خلى روجر يشك فيها وكمان ما كانش مستريح لها. ورغم كده أنيتا برضو ردت على كورويلا وقالت لها إن ميعاد ولادة الكلبة بعد 60 يوم. فكورويلا فرحت جدا وقالت لأنيتا إنها هتيجي تزورها تاني كمان 60 يوم. والغريب بقى طول ما كورويلا قاعدة في البيت بونغو وبيردي ما كانوش مستريحين وكانوا خايفين منها جدا.
بس طبعا كرويلا كانت فرحانة لأن الكلاب الصغيرة فرواها هيبقى ناعم، وهو ده اللي هي عايزاه عشان تعمل تصميم الفستان الجديد بتاعها. ومن بعدها بتمر الأيام وبيجي يوم ولادة بيردي، وطبعا اليوم ده كلهم بيكونوا متوترين، وأكتر واحد بيكون متوتر فيهم هو الكلب بونغو. بس بعدها بشوية المربية ناني خرجت من الأوضة وطمنتهم وقالت لهم إن بيردي خلفت جروين، وبعد شوية كمان طلعت وقالت لهم إن عدد الجراوي بقى 6. وطبعا ساعتها روجر وبونغو كانوا فرحانين جدا لأن عدد الجراوي عمال يزيد. وبعد ساعة بالظبط ناني طلعت لروجر وقالت له إن كده خلاص بيردي خلصت ولادة وخلفت 15 جرو. بس للأسف وقتها في جرو من الجراوي دي بيموت، فبونغو زعل على الجرو ده جدا وكان قاعد جنبه وهو حزين وكأنه بيودعه. بس لما روجر مسك الكلب وحاول يفوق فيه، الكلب فعلا فاق ورجع يتحرك تاني. فساعتها روجر وأنيتا فرحوا جدا وأخدوا الكلب ده عشان يحطوه مع باقي إخواته، وكده الكلاب ما نقصوش وبقى عددهم 15 كلب. بس المشكلة بقى بعدها بشوية صغيرين الشريرة كرويلا وصلت البيت عند أنيتا، وأول حاجة كرويلا عملتها دخلت عشان تشوف الكلاب الصغيرة. بس وقتها اتصدمت لأنها لقت إن الكلاب كلهم لونهم أبيض. فكرويلا اتعصبت وقالت لأنيتا إنهم شبه الفئران. فأنيتا طمنت كرويلا وقالت لها إن الكلاب وهم صغيرين بيبقى لونهم كده، بس بعد كام أسبوع النقط السودا بتبدأ تبان في شعرهم. فكرويلا فرحت تاني وسألت روجر وأنيتا هما هيبيعوا الكلاب دي بكام. فروجر اتعصب على كرويلا وقال لها إنه مش هيبيع الكلاب. فكرويلا عشان تحاول تغريه كتبت له شيك ب1000 دولار وقالت له إنها هتشتري الكلاب كلها. بس برضه روجر رفض وقال لكرويلا إنه مش هيبيعهم. وأنيتا عشان تحاول تهدي الدنيا قالت لكرويلا تصبر لأنهم لحد دلوقتي لسه ما قرروش إذا كان هيبيعوا الكلاب ولا لأ. فكرويلا ساعتها حست إن أنيتا بتضحك عليها وقررت إنها تغريهم أكتر وكتبت لهم شيك ب10,000 دولار. بس برضه رغم المبلغ الكبير ده روجر وأنيتا رفضوا إنهم يبيعوا الكلاب وقالوا لكرويلا تنسى الموضوع ده. فكرويلا ساعتها اتعصبت أكتر وقالت لأنيتا إنها مرفوضة من الشغل، وكمان عرفتهم إنها مش هتسيبهم وهتاخد برضه اللي هي عايزاه. وبعد كام أسبوع ناني كانت رايحة تزور أنيتا وروجر وجايبة لهم معاها هدايا. والحلو بقى الهدايا اللي كانت جايباها ناني كانت عبارة عن أطواق للكلاب الصغيرة، وكمان كان كل طوق فيهم متعلق فيه اسم الكلب اللي هيلبسه. وأطواق الكلاب الذكور كانت لونها لبني، وبالنسبة لأطواق الإناث كانت لونها بينك. وبعد لما الكلاب لبست الأطواق بتاعتهم فضلوا يلعبوا مع بعض، وروجر وأنيتا وناني كانوا فرحانين جدا بالكلاب بتاعتهم. ولما الليل جه روجر وأنيتا أخدوا كلابهم بونغو وبيردي وراحوا عشان يتمشوا شوية. وطبعا كانوا سايبين كل الجراوي الصغيرة نايمين في البيت وكان معاهم المربية ناني. بس للأسف في الوقت ده جاسبر وهورس كانوا واقفين بالعربية بتاعتهم قدام بيت روجر، وأول ما اتأكدوا إن أنيتا وروجر بعدوا راحوا وخبطوا على باب البيت. فساعتها ناني راحت بسرعة عشان تفتح الباب. والمفاجأة بقى ناني أول لما شافت أشكالهم قفلت الباب بسرعة وعرفت إنهم حرامية. بس للأسف وقتها جاسبر حط إيده على الباب وقدر يدخل هو وهورس بالعافية. ولما المربية ناني حاولت تصرخ عشان حد يساعدها جاسبر وهورس قفلوا لها بقها بسرعة وكمان حبسوها في أوضة المخزن عشان يعرفوا يسرقوا الكلاب براحتهم. وبعد لما جاسبر وهورس اتأكدوا إن مفيش حد في البيت تاني بدأوا يدوروا على الكلاب. وللأسف ساعتها بقى لقوا الجراوي فعلا. فجاسبر أخد الكلاب دي كلها وحطهم في شوال وخرج هو وهورس من البيت بسرعة. بس على الجانب الآخر بونغو وبيردي حسوا إن في حاجة غريبة بتحصل، ولأنهم كانوا خايفين على أولادهم فكوا من الأطواق بتاعتهم وطلعوا يجروا بسرعة على البيت عشان يطمنوا على أولادهم. وللأسف بقى لما وصلوا للبيت كان الموضوع انتهى وجاسبر وهورس كانوا سرقوا الكلاب ومشيوا من بدري. وطبعا وقتها أكتر حد كان زعلان هي بيردي لأنها مامة الكلاب، وكمان ساعتها بيردي راحت ونامت في مكان ولادها وكانت زعلانة جدا. فبونغو عشان يحاول يواسي بيردي راح هو كمان ونام جنبها وحاول يطمنها. وساعتها طبعا روجر وأنيتا هما كمان مسكتوش واتصلوا بسرعة بالشرطة وبلغوهم إن الكلاب بتاعتهم اتسرقت. وفعلا بعدها بشوية الشرطة وصلت،
بس للأسف الضابط قال لروجر إن المدينة مليانة حالات اختطاف كتير للحيوانات، ولحد دلوقتي ما يعرفوش مين اللي بيعمل كده، وده معناه إنهم صعب جدا يلاقوا الكلاب بتاعته. بس برضه الضابط قبل ما يمشي طمن روجر ووعده إنه هيحاول على قد ما يقدر يرجع له الكلاب بتاعته. وعلى الجانب الآخر جاسبر وهوراس اتصلوا بكورويلا وعرفوها إن العملية تمت بنجاح والكلاب كلها معاهم دلوقتي. فكورويلا فرحت جدا وقالت لجاسبر وهوراس ياخدوا الكلاب للبيت بتاعها القديم ويحطوا الكلاب دي مع باقي الكلاب اللي سرقوهم. وبعد لما كورويلا خلصت معاهم المكالمة اتصلت بسكينر وقالت له إن خلاص كده عدد الكلاب بقى جاهز وكده ممكن يبدأ الشغل ويصنع لها الفستان من فرو الكلاب. وساعتها بقى بنعرف إن عدد الكلاب اللي كورويلا سرقاهم 84 كلب، ولما زودت عليهم كلاب روجر بقوا 99 كلب، وهو ده بقى العدد المطلوب عشان سكينر يعمل لها الفستان. فسكينر ساعتها طمن كرويلا وقال لها إنه بالليل هيروح لبيتها القديم عشان يبدأ لها في صناعة الفستان اللي هي عايزاه. وعلى الجانب الآخر بونغو كان خلاص بدأ يحس باليأس، وساعتها بقى قرر إنه يرجع ولاده بنفسه، وفعلا طلع فوق سطح البيت بتاعهم وفضل ينبح. وبونغو كان بيعمل كده عشان يستنجد بكل الكلاب والحيوانات ويساعدوه إنه يلاقي ولاده. وفعلا وقتها الكلاب بدأت ترد على بونغو، وكمان في منهم عرفوه إنه هيساعدوه عشان يلاقي ولاده. فبونغو ساعتها اتشجع أكتر ونزل وخد بيردي وخرجوا هما الاتنين من البيت عشان يروحوا ويرجعوا ولادهم. ولما روجر شاف بونغو وبيردي وهم خارجين حاول يوقفهم، بس الأول مرة ما سمعوش كلامه وطلعوا يجروا هما الاتنين عشان يبدأوا رحلتهم في إنقاذ ولادهم. ومن بعدها بقى بونغو وبيردي كانوا عمالين يتنقلوا من مكان لمكان، وطول الطريق كانوا بيسألوا الكلاب والحيوانات عن آخر مكان شافوا فيه ولادهم. وعلى الجانب الآخر هوراس وجاسبر كانوا وصلوا لبيت كورويلا وحطوا ال15 كلب بتوع روجر مع باقي الكلاب اللي في البيت اللي كورويلا كانت خطفاهم. وفي الوقت ده أنيتا وروجر كانوا قاعدين في البيت عمالين يفكروا ومش عارفين هيتصرفوا ازاي. بس أنيتا لما فكرت شوية اكتشفت إن كورويلا هي الشخص الوحيد اللي ليه مصلحة إنه يخطف الكلاب. وطبعا الموضوع ده خوف أنيتا أكتر لأنها عارفة كورويلا كويس، وكمان عارفة إنها عايزة تصنع فستان من فرو الكلاب المنقطة. وعلى الجانب الآخر بونغو وبيردي كانوا خلاص قربوا جدا يوصلوا لولادهم، واللي كان بيساعدهم طول الطريق كلب اسمه جاك. وبعد شوية تدوير جاك أخيرا وصلهم للبيت القديم بتاع كورويلا. بس لما بونغو وبيردي حاولوا يدخلوا معرفوش لأن أجسامهم كانت كبيرة، وجاك هو الوحيد اللي عرف يدخل. ولما جاك وصل للأوضة اللي فيها الكلاب اتفاجئ قدامه ب99 كلب، وطبعا كان مصدوم لأنه كان مفكر إنهم 15 كلب بس زي ما بونغو قاله. فساعتها جاك قرر إنه ينقذ الكلاب دي كلها لأنه عارف إن المكان ده خطر عليهم، ولو وداهم أي حتة هيكون أأمن من هنا. وفعلا جاك بعدها أخد كل الكلاب وبدأ يخرجهم من نفس المكان اللي دخل منه. بس وهو بيعد الكلاب اللي بتخرج اكتشف ان عددهم 98 كلب، وكده في كلب ناقص. فجاك دخل تاني بسرعة عشان يحاول يجيب الكلب ده، وفعلا جاك لقى الكلب وكان كلب روجر واسمه لاكي. بس للأسف في الوقت اللي جاك كان بينقذ فيه لاكي هوراس وجاسبر حسوا ان في حاجة بتحصل، ولما راحوا أوضة الكلاب عشان يطمنوا عليهم ملاقوش ولا كلب. فجاسبر وهوراس ساعتها اتجننوا وطلعوا يجروا بسرعة على عربيتهم عشان يحاولوا يلحقوا الكلاب قبل ما يبعدوا عن البيت. بس لحسن الحظ العربية كانت بايظة وما كانتش عايزة تدور، فجاسبر نزل ودخل البيت تاني عشان يجيب أي حاجة يصلح بيها العربية. وللأسف في الوقت ده جاسبر لقى قدامه الكلب لاكي لأنه ما كانش لسه هرب مع جاك. ولما جاسبر راح عشان يمسك لاكي الخشبة اللي تحت رجله اتكسرت ووقع في الدور اللي تحت. وفي نفس الوقت ده سكينر هو كمان وصل، ولما شاف لاكي جري وراه بسرعة عشان يمسكه، بس على آخر لحظة الكلب جاك هجم عليه وعضه من رجله. ولما سكينر كان بيحاول يهرب منه وقع من فوق البيت ونزل في بحيرة تلج. فجاك وقتها استغل الفرصة وأخد لاكي بسرعة وهربه مع باقي الكلاب. بس بعدها بشوية صغيرين وصلت الشريرة كورويلا، وطبعا لما عرفت ان الكلاب اختفت اتعصبت جدا ورجعت بسرعة ركبت العربية بتاعتها عشان تدور على الكلاب بنفسها. وعلى الجانب الآخر بونغو وبيردي كانوا واخدين ال99 كلب وعمالين يتنقلوا بيهم بين المزارع عشان يحاولوا يبعدوا عن بيت كورويلا على قد ما يقدروا.
ولما بونغو حس إن كرويلا قربت منهم جات له فكرة ونزل ولاده في الطين عشان يغير لونهم، وكرويلا لما تشوفهم ما تعرفهمش. بس رغم كل اللي بونغو عمله، كرويلا برضه للأسف عرفت توصل لهم وبدأت تطاردهم عشان تحاول تمسكهم. وفي وسط المطاردة دي كرويلا دخلت مزرعة خرفان، بس بونغو كان عامل لها فخ في المزرعة دي، وأول لما كرويلا دست على الفخ وقع عليها قوالب تبن. ولما كرويلا فاقت ورجعت تطاردهم تاني وقعت في الفخ اللي بعده، وده كان عبارة عن مادة لزجة غرقت كرويلا كلها. ولما كرويلا قامت من الفخ ده كمان لقت حصان مستنيها ورفصها بكل قوته، وكده بقى كرويلا ما كانتش ملاحقة لأنها بتطلع من فخ تدخل في غيره. وعلى الجانب الآخر أنيتا وروجر كانوا بلغوا الشرطة وكمان اتهموا كرويلا في سرقة كلابهم. وطبعا ساعتها الشرطة اتحركت بسرعة وراحوا عشان يدوروا على كرويلا في كل البيوت بتاعتها. وبعد شوية مطاردات الشرطة أخيرا قبضت على جاسبر وهورس، وكمان لما دوروا أكتر قبضوا على دكتور سكينر اللي بيعمل لكرويلا العمليات المشبوهة. وبعدها لما الشرطة تتبعت آثار الكلاب فعلا وصلوا لهم، ولما الشرطة حققت مع جاسبر وهورس اعترفوا بكل حاجة وقالوا إن كرويلا هي اللي مشغلاهم، وكل العمليات اللي عملوها كرويلا هي اللي كانت طالباها منهم. فالشرطة ساعتها اتحركوا بسرعة على بيت كرويلا اللي في المدينة، وفعلا لقوا هناك جلد النمر الأبيض اللي كرويلا سرقته من حديقة الحيوان في أول الفيلم. ولحسن الحظ بقى قبل ما كرويلا تهرب الشرطة عرفت توصل لها ومسكوها هي كمان، وكده أخيرا كرويلا وكل عصابتها هيتحبسوا ومش هيخرجوا من السجن أبدا. وفي اليوم اللي بعده الشرطة راحوا عند روجر عشان يسلموه الكلاب بتاعته، بس ساعتها روجر كان مستغرب جدا لأن عدد الكلاب كان كبير ودول مش كلابه. ولما روجر سأل الضابط عن الكلاب دي الضابط عرفه إن الكلاب دول ملهمش صحاب، ولحد دلوقتي مفيش حد بلغ عن اختفائهم، وكمان غير كده مفيش كلب منهم لابس طوق وكلابه هو بس اللي لابسين أطواق. فروجر وأنيتا ساعتها ما كانش قدامهم حل غير إنهم ياخدوا الكلاب دي كلها ويربوهم. ومن بعد اللي حصل بقى الدنيا بدأت تضحك لروجر، وده لأن اللعبة اللي هو صنعها في شركة اشترتها بعد ما روجر عدل شكل الشرير اللي في اللعبة وخلاه يشبه كرويلا. وكمان بعد فترة صغيرة روجر وأنيتا اشتروا بيت كبير عشان يقدروا يعيشوا فيه ويربوا 101 كلب بتوعهم، وروجر من بعدها بقى أشهر مصمم ألعاب. وبالنسبة لأنيتا بعد ما خلفت رجعت تاني تشتغل في تصميم الأزياء. وخلص الفيلم لحد هنا، لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.